لنتحدث إذن عن كيفية تقوية خلايا الدم الحمراء، ولكن قبل أن أتحدث عن ذلك، أحتاج إلى شرح وظيفة خلايا الدم الحمراء في جسمك. تسمى هذه الخلايا بالكريات الحمراء، وهي موجودة كوسيلة لنقل الأكسجين. وما تحتويه خلايا الدم الحمراء هذه؟ يشبه كيساً يحتوي على مجموعة من الهيموغلوبين، وهو نوع من البروتين. والهيموغلوبين مليء بالحديد الذي يتصل بجزيئات الأكسجين. تسمح خلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين عبر الجسم. وفي خلية دم حمراء واحدة يوجد 270 مليون جزيء هيموغلوبين. لذا فإن هذه الخلية تحمل كمية كبيرة من الأكسجين. ينتج جسمك 2.4 مليون خلية دم حمراء كل ثانية. ويتم إنتاج خلايا الدم الحمراء هذه في مصنع داخل عظامك الطويلة. تدوم خلية الدم الحمراء ما بين 100 و 120 يوماً. وتستغرق خلية الدم الحمراء حوالي دقيقة واحدة لتنتقل من رئتيك عبر جسمك بالكامل وتعود إلى الرئتين. لذا، ما تفعله خلية الدم الحمراء هو أنها تذهب إلى الشعيرات الدموية الدقيقة، وتتعرض للضغط، وتدفع الأكسجين إلى الأنسجة بهذه الطريقة. وتعود خلايا الدم الحمراء إلى الرئتين بدون أكسجين، ثم تتنفس، ثم يتم إعادة أكسجة خلايا الدم الحمراء. وتكرر هذه العملية مراراً وتكراراً. الشيء المثير للاهتمام في خلايا الدم الحمراء هو أنها لا تحتوي على نواة. النواة هي مركز الخلية. لا تحتوي خلايا الدم الحمراء على حمض نووي أو حمض نووي ريبوزي. والشيء المثير للاهتمام في ذلك هو أن الفيروسات عادة ما تستخدم الحمض النووي لتتكاثر. لذلك لا يمكن للفيروسات أن تؤذي خلايا الدم الحمراء أو تتلاعب بها. أما بالنسبة لكمية خلايا الدم الحمراء، فهناك ما بين 20 و 30 تريليون خلية دم حمراء، وهي تشكل 70% من مجموع خلايا الجسم. لذا، هناك الكثير من خلايا الدم الحمراء في جسمك. الشيء الآخر المثير للاهتمام بشأن خلايا الدم الحمراء هو أنها لا تستطيع استخدام الكيتونات للحصول على الطاقة. إنها تستخدم الجلوكوز. الآن قد تقول: حسناً، من أين سيأتي الجلوكوز؟ حسناً، يمكن لجسمك إنتاج الجلوكوز بسهولة، وهذا ما يسمى تكوين الجلوكوز. يمكن لجسمك إنتاج الجلوكوز من الكيتونات. يمكن لجسمك إنتاج الجلوكوز من الدهون. يمكن لجسمك إنتاج الجلوكوز من البروتين. لذلك لا تحتاج إلى تناول الجلوكوز لتغذية خلايا الدم الحمراء. الآن، إذا كنت تعاني من نقص في خلايا الدم الحمراء، مثل فقر الدم سواء كان ذلك بسبب نقص الحديد أو نقص فيتامين B12، فسوف تشعر بالتعب. ستعاني من ضيق في التنفس. ستشعر بالضعف لأن جسمك لا يحصل على ما يكفيه من الأكسجين. الآن السؤال هو: ماذا يمكنك أن تفعل لتقوية خلايا الدم الحمراء؟ حسناً، أولاً وقبل كل شيء، تأكد من حصولك على ما يكفي من الحديد. وفي الوقت نفسه، لا تفرط في تناول الحديد. وتأكد من حصولك على فيتامين B12. هذا مهم جداً. ولكن هناك شيء آخر يمكنك القيام به، وهو ما يسمى بالتدريب على نقص الأكسجين المتقطع. الآن، ماذا يعني ذلك؟ متقطع يعني أنك ستقوم بشيء ما ثم تتوقف عن القيام به. نقص الأكسجين يعني التدريب بدون أكسجين أو بأكسجين منخفض. يقوم العديد من الرياضيين البارزين بتدريب نقص الأكسجين المتقطع. وهناك الكثير من الأبحاث حول ما إذا كانوا يستخدمون قناعاً أثناء التمرين، أو يوجدون في غرفة، أو لديهم خيمة نقص الأكسجين. هناك العديد من الطرق المختلفة للقيام بهذا التدريب. ببساطة، تقوم بحرمان الجسم من الأكسجين لفترة قصيرة، ثم تتنفس بشكل طبيعي أو بمستويات أعلى من الأكسجين لفترة من الوقت، ثم تعود إلى فترة من الهواء منخفض الأكسجين. الآن ما أحب أن أفعله هو استخدام قناع نقص الأكسجين، ولكن ليس عندما أمارس أنواعاً معينة من التمارين التي لا أتنفس فيها كثيراً. أحب ارتداء القناع عندما ألهث وأتنفس بصعوبة أثناء ممارسة التمارين الهوائية أو التمارين المتقطعة عالية الكثافة. لذلك سأرتدي هذا القناع لمدة دقيقتين تقريباً،
ثم سأخلعه لمدة دقيقتين، وسأرتديه لمدة دقيقتين. سيؤدي ذلك إلى تقييد الأكسجين الذي أتنفسه. نحن نأخذ الأكسجين من الجسم. في البداية، قد تعتقد أن هذا أمر غبي، ولكن إذا فهمت حقا ما يحدث، فستجد أنه أمر ذكي للغاية. عندما تحرم الجسم من الأكسجين لفترة قصيرة من الوقت، وليس لفترة طويلة، فإنك تحفز جينات معينة تحدث تغييرات كبيرة في خلايا الدم الحمراء. تزيد إنتاج خلايا الدم الحمراء بما يصل إلى 10 أضعاف. لذا، بدلاً من إنتاج 2.4 مليون خلية دم حمراء في كل ثانية، فإنك تنتج 30 مليون خلية دم حمراء في كل ثانية. وهذا فرق كبير. كما أنك تزيد من حجم خلايا الدم الحمراء. الآن، ما أهمية ذلك؟ أنت ستحمل كمية أكبر من الأكسجين. لذلك عندما تمارس التمارين الرياضية أو التمرينات، ستستمر لفترة أطول. عندما تنام، ستنام بشكل أفضل. ستتمتع بنوعية نوم أفضل. كما أن هناك فوائد علاجية متنوعة لأمراض مثل أمراض الرئة المزمنة أو الربو أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو حتى مرض باركنسون. لذلك، فإنك تزود الأنسجة بكمية أكبر من الأكسجين. وإذا كان هناك منطقة في جسمك لا تلتئم جيداً، فإن التدريب المتقطع على نقص الأكسجين يمكن أن يساعد تلك المنطقة. كما أنه سيحفز احتياطي مضادات الأكسدة لديك، خاصة في القلب. ولهذا السبب فإن هذا العلاج يحمي القلب والأعصاب. إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، يرجى الاشتراك في القناة للبقاء على اطلاع على أحدث الفيديوهات من هذا النوع.